السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. متعة والتحدي والإصرار هنا في هذا الكاس الغامر ولاع عز الأسدي، داوود وعبد العزيز عمر، سكر جناح، خالد وسط وحمودي جناح، خلف الهجوم وفهد الهداف. تستعجل والله الرقم 9 بلد جميل، تمريره رائعه، اسيست وعرضيه السلام وصلت العدي، خالد يحاول والتسديد الى النهائي، يريدون الوصول مع كلا الفريقين، والكره لعبه راسيه والحكم يطلب اعاده تسديد الوحده. عقيل والتمريره عبد الله غنام، يا الله كره جميله مرت محاذاه القائم، الله على المساء الاشبال في التهديد الاول، يا سلام الله على كره لكنها مرت محاذاه القائم. الكرة لعبت مهند محمد حسين، وكرة وتمريرة هناك على الطرف الايمن، والكرة لعبت وصلت من جديد بالراس من عقيل، يا سلام راسية ولكنها سهلة، ليست بالشكل المطلوب، ليست راسياتك يا عقيل. الكرة الآن لصالح عبد العزيز، والكرة قطعت، مهند يحاول المرور، مر عدى، يا سلام مهند يحاول، مهند يا سلام إلى خالد، خالد يحاول المرور، يا سلام والتمريرة الجميلة، ولكن الكرة الآن والتماس وراسية، يا سلام ولكن الحارس يدعم لك راسيتك يا عقيل، الحارس يتصدر والمرتد. بدأ من الأشبال أكثر وصولا للمرمى، الكلام براس ومرتدة خطيرة وصلت إلى فهد، ولكن الدفاعات مهند جاء من بعيد، مهند يا سلام مهند مر، يا الله ضاعت وهديت الكرة ولكن لا زالت الكرة الآن لصالح الوحدة. ماذا أهدرتم؟ الكرة السانحة أنت أمام المرمى ولكنها في الشباك. الكرة من جديد وصلت براسية عبد الله، يا سلام كرة قوية ولكن اللاعب 25 الكولين من خالد سكر، يا سلام سكر، ولكن لمن هذه التمريرة سكر بالخطة الأسئلة الخطورة، خالد القاضي والتسديد في خطة المدرب حازم خالد القاضي الكابيتانا، وتنفيذ الخطأ الآن والضربة لعبت ولكنها سهلة عند الكرة لا زالت بالراس من عبد الله غنام، والكرة سهلة، يا سلام جول الهدف الأول يا عقيل. الأشبال قلت لكم سيعاقبون، سيفترسون، سيتحولون إلى أسود، نعم الأشبال والهدف الأول. الكولان ولعبت، والكرة وصلت براس من مهند ولكنها يا محمد، الكرة لا زالت تلعب، مهند يحاول يقاتل، والكرة وصلت لمن؟ لمتابع، هنا خالد والتمريرة لا زالت حائرة هناك، والضربة كالعاب سيسدد من؟ عقيل، عقيل باليسار، عقيل يسارية والكرة ولكنها بعيدة. تمريرة جميلة سكر ولكن حمزة الجدار الدفاعي، والكرة اللي لعبت سهلة ولكنها التحليل الكبير في هذا المساء عبر قناة الفقيه سبورت. عدنا لكم من جديد هنا في استاد بجيل، عدنا من جديد حدث في الشوط الاول لصالح فريق الوحدة. ننتظر صافرة البداية بعد ان ودعناكم في الشوط الاول.
يريدون التقدم والكرة من الحارس فواز أمجد فواز والحكم يأذن بالتولاد والكولين والراسية يا سلام والكرة يسجل المدافع من جديد ولعبت سريعة تحولت عبد الله الغنيم يحاول وقعت من جديد عادت الكولين والراسية من محمد حسين اثنين مشبول الكرة السلام تمرير عقول والكرة يتقدم والكرة لا زالت من جديد مرتدة سريعة وارتداد واللاعب السريع فهد مسعود مر فهد عدى ولكن محمد حسين الكرة لا زالت عند مهند والتمرير الان والراسية واللمسة الأولى من قصي يا سلام يا أمير كرة جميلة سيناريو جميل وركنية الان والراسية من حمزة وصلت الله عليك يحاول ولكن الجدار الدفاعي نعم غلس يحاول وصلت الى فهد مسعود والتمريره ترد مهند والعرضيه والكره يا السلام ولكن داوود يحاول داوود السلام والكرة ولكن محمد حسين الله يا محمد والكرة على إلى مهند إلى حمودي والتمرير السلام فهد مسعود يا بديل 8000 تذكرة منفذة ونفذ اثنين والكرة من مهند 38000 متفرج حضر اليوم في لقاء الدير الكبير شدها حاسولة والكرة إلى خالد القاضي والارتداد الجميل والمرتدة رائعة هذه جول هذه هدف لا كيف ضاع غنيم وكرة جميلة والكرة ولكن الحارس على مرتين وثلاثة يصد الكرة في الدفاع وفي الهجوم سجل التقدم والآن يدافع عن ذاك التقدم ليصل بالأشبال هل ستكون التمريرة الحاسمة ولكن هناك خطأ والكرة الآن لعبت ومرتدة سريعة عم تعود الوحدة أمام الأشبال كلام آخر عبد الله غنيم روح اقتلها يا عبد الله ضاعت يا عبد الله مهند خطف كرة ستكون هذه السبب في العودة نعم هل ستكون هذه السبب في عودة الوحدة ولكن محمد حسين يقول لا والف لا لا زالت الكرة الآن والخمس دقائق من نار من جحيم الكرة لعبت يا سلام الكرة يا الله وصافية في النهاية يؤكد الحكم ويؤكد العالم على التسليم وصلت الى فهد يقاتل يحاول والكره وقعت وعبد الله عناق مرتده يا سلام هي القاضيه الله يا امجد دعم لفظ التصدي لا تكون القاضيه والكره مبروك الاشبال مبروك اليوم لكم ايها الاشبال لقد تعملتم وانتم واديتم وصلتم الى النهائي بكبرياء أنتم أشبال بل أسود مفترسة أسود جائعة تريد البطولات تريد النهائيات واللقاءات الكبيرة في ليلة عظيمة وكبيرة التحية والتقدير نهائي كبير نهائي قبل الأوان
كان في هذه الليلة العظيمة ولقاء الديربي. كنا معكم مغطين وموافين الأحداث عبر قناة الفقيه سبورت، هذه القناة الداعمة للرياضة والداعمة للشباب في كل مكان تحضر في جميع أنحاء المحافظة. نعم، هي القناة الراية لهذه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.